خليني اكلمك عن المضادات الحيويه وانها ما طلعتش الجندي المجهول اللي بينقذنا من التعب. كلنا بنستخدم المضادات الحيويه للالتهابات او الجروح او الحروق او حتى دور البرد، لكن تخيل ان المضادات الحيويه ما طلعتش زي ما احنا متخيلين. باختصار كده، البكتيريا لما بتحس بالمضاد الحيوي في الجسم بتكون نسخه طبق الاصل من البكتيريا الاساسيه، وبدل ما كان المضاد الحيوي بيحارب مجموعه واحده بقى بيحارب مجموعات كتيره جدا منها ومتطوره كمان، وكل نوع اقوى من التاني. تخيل المضاد الحيوي بيعمل ايه بعد كده؟ طبيعي انه بيموت البكتيريا الضعيفه. لما تكون البكتيريا الضاره اقوى من البكتيريا النافعه في جسمك، المضاد الحيوي مش بيفرق بين البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه في جسمك، لكن بيموت الاضعف. ده حتى المضادات الحيويه اللي متصنفه انها خط الدفاع الاخير ومفيش اقوى منها وبتقدر تتحكم في اي نوع بكتيريا، دلوقتي ظهر بكتيريا تقدر تتغلب على المضادات الحيويه. وحاليا في 700 ألف مريض حول العالم بيموتوا في السنة بسبب أمراض وأنواع بكتيريا بتدخل الجسم والمضاد الحيوي مش بيقدر يتغلب عليها. جسمك ومناعتك هم سلاحك الوحيد، فحافظ عليهم.